السلام عليكم ومرحبا بكم في ليديليست والد، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم راح تشوفوا معايا وصفه تاع تحليه اللي اسمها تحليه الامباسادور. هاد التحليه هذه تجي فيها طبقات، هاد الطبقات هذوما راح يكونوا طبقه بلاصوص ولا الكولي تاع لافراز، وطبقه تاع جينواز، من بعد طبقه تاع كريم باتيسير، من بعد طبقه تاع فاكهه، ومع الاخر طبقه تاع لا شونتيي. يجوا بزاف بنان هاد لي فيرين هادوما تاع لامباسادور، يجوا منعشين. يعني في رمضان واحد في سهرة ياكل واحد من هاد الكيسان هادوما، بزاف بنان يجوا مشربين مشمخين، هايلين هايلين. ما نطولش عليكم، حنبداو نشوفوا الوصفة وإن شاء الله تعجبكم. أول حاجة اللي راح نحضروها هي لاجينواز. لاجينواز هنايا الكمية اللي راح نمدها لكم راح تكفيكم باش تحضروا زوج خطرات الكمية اللي درتها أنا اليوم. تقدروا ديروا حتى ل12 كاس اللي راح نديرهم أنا اليوم. يعني تخبّوها، ديروا نُصّها وتخبّوها، تقدروا تخبّوها في الكونجيلاتور surtout في رمضان. حنستعملوا بزاف، الناس يستعملوا لا جينواز ولا يديروها في هكذا في لي فيرين ولا تسمى تسحقوها. هنا عندي زوج حبات تاع البيض كيما شفتوا، درت معاهم قيس 60 غرام تاع السكر، شفتوا بالكاس شحال جاتني. درت قرصة تاع الملح وراح ندير لافاني. راح نديروا une génoise باش كيما قُلت لكم راح نديروها في هاد التحلية تاعنا. نسحقوها، تسمى راح نطيبوها ومن بعد نفتتوها في الكيسان تاوعنا. نجيب الباتور تاعي ونبدا نطلّع في الخليط هذايا حتى وين يتضاعف الحجم تاعو ويبيض. يعني راح تشوفوا الحجم تضاعف وزاد بياض مليح وتقال لتم لي تحبسوا الباتور. وثاني كي تطلعوا الباتور تاعكم راح يتشكل لكم واحد الخيط هكدايا، هاد الخيط هذايا تعرفوا بلي لاجينواز تاعكم، الخليط تاع لاجينواز تاعكم راهو طالع مليح. نحي هاد لي فوي هادوما ومن بعد نجيب المكونات الجافة اللي هي 60 غرام تاع فارينة بالكاس. شفتو تانيك شحال جاتني، الكاس يرفد 220 مليلتر. ماذا بيا نوريكم انا شحال جات بلا ما نقول لكم، نوصف لكم شحال جات باش تشوفوا نتوما ديراكتومون بعد تعرفوا شحال تعمروا الكاس تاعكم. انا كيما شفتوني صيرت الفارينة تاعي وراح نزيد شوية تاع خميرة الحلوى، واحد مغرفة صغيرة يعني ما تكونش معمرة بزاف، ونصيرها هي تانيك. ومن بعد راح ندخل هاد المكونات الجافة مع الخليط تاعي غير بالفوي من التحت للفوق نخلط، باش ما نطيحش كامل هداك الهواء اللي دخل لنا في اللي طلع لنا هداك الخليط تاعنا. وكي نشوفوا يعني الخليط تاعنا بيان يعني دخلت له الفارينة وهاديك الخميرة، نتم نحبس ما نطولش بزاف وانا نخلط. هكذا ونروح نجيب السنيوة اللي راح نطيب فيها. السنيوة تاعي تكون كاري ولا مدورة كيما حبيتو، المهم ما تكونش كبيرة بزاف. هنا كيما السنيوة تاعي القطر تاعها يدير 20 سنتيمتر. راح نفرغ فيه كامل الكمية تاع الخليط هذي تاع لاجينواز وندخلها للفور قبل يعني نمشيها كامل. ومن بعد نخبط السنيوة تاعي باش يمشي لي كامل هذا الخليط. ومن بعد ندخلها طيب على 180 درجة على حساب الفرن تاعكم. بالك تدي لكم ربع ساعة، بالك حتى ل20 دقيقة خاطش جينواز صغيرة. وبالك يعني الفرن تاعكم يكون ماشي سخون بزاف ديكم حتى ل25 دقيقة. نتوما تشوفوها تحمرت بيان، من بعد كي تخرجوها بيكيوها إذا ناشفة خرجوا لا جينواز تاعكم. نروح نحضروا لا كريم باتيسير. هنايا عندي 250 مليلتر تاع الحليب، درتو في كاسرونة نديها نحطها فوق النار حتى وين تلحق لدرجة الغليان، تجيها تبدا تغلي، طفي عليها. ومن جهة واحدة أخرى نحكم الريسيبيون نكسر فيه حبة تاع البيض، وراح ندير معاه زوج مغارف كبار تاع السكر. بالميزان راح تجيكم واحد 45 حتى ل50 غرام. ندير السكر تاعي وندير تانيك لافاني، على بالكم لا كريم باتيسير نديرو لها لافاني مليح باش تجينا بنينة. ومن بعد نخلط هاد المكونات تاوعي بالفوي. على بالي كاين بزاف اللي حيقولوا يعني كي يشوفوا التحلية هذه والوصفة تاعها يقولوا بزاف يعني تشد اليد فيها لا جينواز لا كريم باتيسير والكولي تاع لا فرز عادي كريم شونتيي، مي يعني تستاهل. واحد كي يحب ياكل حاجة بنينة يخدم عليها ولا معليش يوقف ويعي عليها، خاطش البنة اللي فيها بزاف بنينة. وانا تاع برا ما نحبش نشريها، نحب نديرها في الدار. تجي بزاف هايلة. هنا شوفوا كي خلطت البيض مع السكر تخلط ليه مليح، زدت له المايزينا. المايزينا مغرفة كبيرة تكون معمرة مليح يعني تكون فايدة. نزيدها ونخلط حتى وين نشوف يعني ما بقاوليش لي غرومو في الخليط تاعي. هذيك المايزينا تتحل كامل في هذاك الخليط. ومن بعد هنايا الحليب تاعي يكون لحق لدرجة الغليان، نجيبو راح نزيدو غير بالعقل ونخلط أون ميم طون، ما لازمش نحبس باش ما يطيبليش هذاك البيض. نزيد كامل الكمية تاع الحليب. ومن بعد تشوفوا معايا باش نعاود نرجعها في الكاسرونة نعاود نديها فوق النار.
كاين اللي يحبّوا ينقصوا عليهم خدمة ما يوجدوش لا كريم باتيسير في الدار، يشرو هادوك لي ساشي تاع كريم باتيسير، يديروها مع الحليب ويحطوها فوق النار. مي بيان سور توجور يعني الحاجة تاع اللي ديروها نتوما في الدار تجي بنينة خير. تسمى إذا حبيتو ديروا هاديك لا كريم باتيسير واجدة تقدروا ديروها، هادي يعني باش تنقصوا إذا حبيتو تنقصوا الخدمة. شوفوا مَر ما خلّطت الحليب تاعي ضفتو كامل هذاك الخليط، خلّطته من بعد عاودت رجعته في الكاسرونة ونديها فوق النار على نار قليلة، نكمّل نخلّطها حتى وين تعقد لي لا كريم باتيسير. ومن بعد واش ندير راح نحي لا كريم باتيسير تاعي نغطيها ببابي فيلم ولا ساشي اللي راح نلصقو فيها من الفوق ونخليها حتى وين تبرد. هنا راح نروحو نحضّرو هذاك الكولي تاع لافراز، ساهل يعني واش نسحق فيه عندي كاس تاع فراز تكون مقطعة كيما راكم تشوفوا فيها، نزيد لها 3 مغارف كبار تاع السكر، وراح نزيد معاها تانيك الما، نسحق واحد 2 مغارف كبار تاع الما هكداك، ما نسحقوش كمية كبيرة قسما نشمخو برك شوية السكر تاعنا هدايا، هاوليك الما تاعي راح نضيفو كيما قلت لكم واحد 2 مغارف كبار، ونخلّط هكذا شوية برك بالكاسرونة ونحطها فوق النار، على نار متوسطة نخليها حتى وين تشوفوا السكر تاعكم داب. ومن بعد هاديك لافراز هاديك شغل طابت شوية، تشوفوها طابت يعني كي تمسوها تتعبّز. تحكموا برك هاديك تاع اللي تكرازيو بها البطاطا وتعبزوها شوية، ما نسحقوش يعني نرحوها بلا نميكسوها، إذا حبيتو تميكسوها تقدروا، مي أنا حبيت يقعد فيها شوية هادوك الحبات تاع لافراز، يكون واجد الكولي نخلوه يبرد. أنا لا جينواز تاعي عمرها ما طابت وبردت كيما راكم تشوفوني نقسم فيها هكذايا مربعات يكونوا صغار باش نديرها في لي فيرين تاوعي. وهكذا يعني وجدنا تقريبا كامل الطبقات قعدت لنا غير لا كريم شونتيي. ساهلة يعني لا كريم شونتيي ما كانش اللي ما يعرفش يحضرها، نديروها هي الأخرى. وعندي تانيك شوية تاع لافرز اللي كنت قطعتها وشوية تاع بانان، حبيت نوّح شوية راح ندير شوية تاع بانان باسكو نسحقو طبقة تاع فاكهة. هنا نجيب هذاك الكولي تاع لافراز تاعي، راح نديرو هو الطبقة الأولى في الكيسان تاوعي، الكيسان تقدروا تستعملوا هادوك تاع بلاستيك كيما اللي يتباعوا برا اللي يجوا بلاستيك ترونسبارون. أنا هنايا كنت شريتهم باش ندير لكم فيهم، ومن بعد يعني نسيتهم عند مول الحانوت تما جيت اوبليجي باش نديرهم في كيسان وحدوخرين. كيما قلت لكم نعمر الطبقة الأولى بالكولي تاع لافراز، ونزيد الطبقة الدوزيام بلا جينواز اللي كنا قطعناها. لاجينواز تجي بزاف هايلة سيرتو كي تكون هكذايا فريشكا، فيها بنة تاع لافاني هاذيك ديروا لها لافاني تكتروا لها وتكون فاني من نوعية مليحة، تجي بزاف بنينة في التحلية هادية. ندير كيما قلت لكم طبقة مليحة باش تبان يعني في الكاس. ومن بعد راح نشربها أنا لاجينواز تاعي حنشربها بالجو تاع تشينا. تحبوا ديروا أي ذوق واحد آخر تاع جو تقدروا ديروا، بصح وشنو هنايا لازم تخيروا الجو اللي يكون ناتور، كاين هادوك لي جو اللي يتباعوا ناتور فيهم مكتوب ماشي ما فيهمش سكر مضاف، يعني السكر غير تاع الفاكهة تاع تشينا. هادوك خيروا هادوك لي جو اللي يكونوا سون سكر يعني ما فيهمش سكر اللي يكون مضاف، هكذا باش التحلية تاعكم ما تجيش تكهم وما تجيش تقتل بالسكر، باسكو لو كان نديروا لي جو هادوك اللي معمرين بالسكر راح تجي حلوة. وراكم تشوفوا الطبقات كامل يعني فيهم السكر، تسمى واحد ما يزيدش يعني في الكمية تاع السكر. المهم نشرب مليح لا جينواز تاعي، ومن بعد نجيب لا كريم باتيسير هاذيك اللي كنا درناها خليناها تبرد، ومن بعد كي نحو لها هذاك البابي من الفوق نخلطوها مليح بالفوي، وتكون عاودت ولا القوام تاعها هذاك الكريمي، نعمرها في اون بوش وندير طبقة هكذا تاع كريم باتيسير فوق الطبقة هذيك تاع لا جينواز. فوالا هنايا كيما راكم تشوفوا درت طبقة تاع لا كريم باتيسير، دوكا راح ندير طبقة تاع فاكهة. هنا تقدروا بيان سور ديروا أي نوع تاع فاكهة تحبوه نتوما، تنوّعوا، ديروا شحال بالك إلا حبيتوا ديروا شحال من نوع تاع فاكهة تقدروا ديروا. سينون تقدروا ديروها غير بلا فرز، بويسك استعملنا حتى كولي تاع لا فرز، تقدروا ديروها غير بلا فرز. أنا كي درت البانان من بعد نسيت بلي البانان يكحال يعني من بعد قد ما طول التحلية تاعكم هكذايا ما تكونسوميوهاش تمتم، قد ما البانان حيكحل، مي يعني الجو تاعو راح يقعد هو، برك الفيزوال يعني كي تشوفوها برك تشوفوه شوية كحل ملي ما يجيش شباب. المهم نديروا طبقة هنايا تاع الفاكهة كيما قلت لكم، والطبقة الأخرى هي لا كريم شونتيي، ديروا واحد كاس غير ربع تاع كريم شونتيي مع طلعوها مع كاس تاع حليب ولا تاع الما يكون بارد، هكذا ونعمروها في اون بوش ادو ونديروها كطبقة أخيرة فوق في لي فينين تاوعنا.
هكذايا. ومن بعد يعني يبقى لنا غير التزيين، التزيين اختياري ديروا نتوما واش حبيتو، مي إذا قدرتو ديروا شوية تاع اللوزيفيل يكون محمص من الفوق راح يزيد واحد البنة في هاد التحلية هادي، يعني راح تكون هذيك القرمشة تاع اللوزيفيلي يكون محمص هكذا مليح، مع هذيك الفاكهة مع لي كرام هاذوك اللي كاين لداخل، تحلية بزاف بنينة هادية، نكمل أنا نزينها وراح نشوفوها واجدة. هاي ليك تحلية تاع لامباسادور اللي كنا حضرناها كيما شفتوا تحلية سهلة. البنة ما عندي ما نحكي لكم، تجي منعشة كيما قلت لكم، بنينة فيها الفاكهة مشربة، تجي بزاف هايلة. إن شاء الله الوصفة تاع اليوم تكون عجبتكم، إذا عجبتكم ما تنساوش ديروا لنا جيم، تابونيو وتفعلوا الجرس باش يلحقوكم كامل الوصفات تاعي. زيدوا دخلوا للانستغرام، الجروب فيسبوك ولا باج فيسبوك اللي تلقاوهم من تحت في صندوق الوصف، ابوني فيهم هكذا باش يلحق لكم جديد. هكذا كيما راكم تشوفوا الطبقات يعني يجوا باينين، يجوا شابين، لا كريم هاذيك تجي متماسكة، لا كريم باتيسير مع هذاك الكولي تاع لافريز من تحت اللي راح يزيد يطلق بنة تانيك في هاد التحلية هادي. المهم لحقنا نهاية الفيديو، بقى لي غير نقول لكم صحة فطوركم.